زي فيلم ميشن امبوسيبل ينزل قدام فيلم ليلو وستيتش ويخسر الخساره دي. لو انت متعرفش، في شهر 5 اللي فات الفيلمين دول نزلوا مع بعض في السينما. كله طبعا كان متوقع ان ميشن امبوسيبل هو اللي هيجيب ايرادات اكتر، ده توم كروز يعني. لكن اللي حصل ان فيلم زي ده بميزانيه اكتر من 400 مليون دولار هيجيب 600 مليون دولار بالعافيه، ودي حاجه مضحكه جدا لامتياز ضخم زي ده احنا متربيين عليه يا جدعان يعني. في حين ان فيلم ليلو وستيتش بميزانيه 100 مليون دولار قرب يجيب المليار دولار وانا بصور الفيديو ده. جابهم خلاص؟ جابهم خلاص. طبعا ناس كتيره هتقول لي ميشن امبوسيبل طب ما جايب 600 مليون اكيد ما خسرش يعني. لا هو بنسبه كبيره جدا هو خسر فلوس. الافلام اللي زي دي لازم على الاقل يجيب ضعفين او ضعف الميزانيه علشان يبتدي يكسب فلوس. بصراحه هي حاجه تزعل يا جدعان، لان ده تاني فيلم للسلسله ويخسر في الايرادات. واكيد لو انت شفت الفيلم هتبقى عارف ان كان فيلم طويل جدا وممل ومش قد التوقعات. المضحك بقى في كل ده ان فيلم ليلو وستيتش استوديو ديزني كان مستهزأ بيه وكان هينزله على منصه ديزني بلس على طول، لحد ما غيروا رايهم ونزلوه سينما. وسبحان الله يعني الفيلم جاب 9 أو 10 اضعاف ميزانيته. الخلاصه والدروس المستفاده من كل ده، اوعى تستهزأ بشخصيه ستيتش لانه هيحط عليك.